ونتكلم بقى على الترند بتاع الشهرين الثلاثه اللي فاتوا، اللي اتشتمت عليه جامد ده. انا ده ايه؟ دايت ايه؟ دايت الطيبات بتاع الناس الطيبين. دايت الطيبات اسم حنين، حلو جميل والله، انا عاجبني اسمه جدا، بغض النظر عن اي حاجه. اسم يعني خد قلوبنا وعقولنا وخد كل حاجه. عملت فيديو، بعدين اللي ماسك اليوتيوب عندي نزله على اليوتيوب، وبعديها بربع ساعه بصيت لقيت بيكلمني بيقول لي: ايه يا ياسمين الفيديو ده فيه ايه؟ قلت له: خير ان شاء الله. قال لي: ده انت بتتشتمي، ده انا جالي ولا 1000 كومنت شتيمه. قلت له: امسح امسح امسح. قلت له: معلش بحكي لك بعدين. طبعا ده بقى ترند. ده بصوا، ده الدايت ده والله بتوع الماركتنج حقتهم حقيقي ان هم يدرسوه. هو اللي ادى الدايت ده ثقل اللي قاله واللي طلعه، فخلى الناس ايه ده مش وبس الكلام ده مش هيطلع بس. تاني حاجة، هو جه على الناس الحاجات اللي بيحبها الناس بيحبوها، قال لهم اتفضلوا كلوا منها براحتكم، والحاجات اللي الناس مش بتحبها قال لهم لا لو سمحت بلاش تاكلوا من الحاجات دي، بلاش، ده ممنوع اصلا عندي. وطبعا عمل ايه؟ هو عشان عارف ان هو هيطلع ترند وهيعلى شوية وبعدين يهبط تاني، هو دخل بكل أسلحته بقى، لجان ولقاءات في التلفزيون وكشفه. سمعت انه ب1000 جنيه في اليوم، الكشف ب1000 جنيه للواحد، وقصة كده، وطق طق 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 طق، حلي حلي حلي، وعارف انه ايه؟ لازم هتجيله وقف، لازم. دخل دخله قويه. اللجان بقى لجان، انا ما كنتش عارف موضوع اللجان ده. ناس بقى تدخل بياخدوا 200 300 جنيه كده في الشهر، ويعملوا بتاع 100 فيك اكونت على السوشيال ميديا، ويعملوا سيرش بقى بالاسم، ويدخلوا اي حد يجيب سيره الدايت يشتم، ويدخلوا بقى يقولوا: اه ده احنا خسينا، ده احنا عملنا، ده احنا كذا، ده احنا كذا كذا كذا. تعالوا شوف ايه دايت الطيبات ده، واللي اكشولي احنا عملنا عشانه الموضوع بتاعي. دايت الطيبات كان فكرته ايه؟ فكرته ان الحاجات اللي مش مسموحه، سوري، اللي ممنوعه يعني: الدقيق الابيض زي الفل، البيض، الفراخ، اللبن، الرايب، الجبنه القريش، تمام، والخضار. قال لك البني ادمين المفروض ما ياكلش خضار، احنا معانا لا تهضم الخضار، مش المفروض. تمام. الحاجات اللي قلاوت، توست ورده وقشطه وزبده، ماشي ماشي. كل فاكهه ما عدا البطيخ. نفسي اعرف ليه. الجوافة بس من غير بذر، حلاوة طحينية، مربى، نوتيلا، برينجلز، شيبسي، كل المعلبات، الجبنة الرومي، حلاوة المولد بس ما عدا النوجة والملبن والفولية. اه والله. ما ناكلش من الطيور إلا الحمام والسمان. قال للناس: وقفوا أدوية. هي دي كانت المشكلة الحقيقية. عيان دايابيتك، هايبرتنسف، قال لك الدايت بتاعي بيخفف بيعالج، وناس تدخل تقول احنا خفينا، وقفنا ادويه وخفينا. لدرجه انا شفت كومنت واحده بتقول له: طيب انا ما انا هاكل حلويات ما السكر يعلى. قال لها: يعلى هيحصل ايه يعني؟ مش اتبسطتي؟ مش كلتي واتبسطتي؟ بس كان له كومنت صراحه. كل اللي حصل الكلام ده كان لازم يبقى ليه وقفه، والوقفه جت من ناس كتيره جدا، وناس زمايل كتيره ما سكتوش، لان الموضوع احنا كده دخلنا في جريمه، دخلنا ان احنا بنموت بني ادمين. عشان كده يا جماعه لما نشوف الغلط بعينينا ما نسكتش، لينا دور. الفلوس اللي عمالين نصرفها على الكورسات دي لازم تطلع للناس اللي حوالينا، مش بس على شغلنا في العيادات، مش بس على الناس اللي حوالينا. احنا لينا دور، لازم صوتنا يعلى قدام صوت الترندات والحاجات اللي مش صح. لازم الصوت الكويس، لازم الناس يبقى عندها حد تثق فيه ترجع له، تثق فيه وترجع له. ما نمشيش مع الناس اللي ماشيه، لا، لان اي حد يطلع مش مظبوط بيقع. اللي بيثبت هو اللي عنده معلومه قويه وثابته وصحيحه. طيب الافتكاسات دايت اللي احنا اتكلمنا عليها دي اسمها ايه؟ اسمها فاد دايت، ده الاسم العلمي ليها، فاد دايت. الفاد دايت انا هقول لكم بقى ازاي تعرفوا الفاد دايت، عشان لما يطلع بقى اي حد يخترع لنا اي حاجه قدام بعد كده بقى نحط كرايتيريا معينه، نعرف هل هو ده فاد اور نوت فاد. اول حاجه في الفاد دايت لازم هتلاقيه شايل مجموعه غذائيه كبيره، شايل كارب، شايل فات، شايل بروتين، لازم يكون شايل حاجه مجموعه كامله من الدايت. دي اول حاجه. تاني حاجه بيخسس بسرعه جدا. خلاص. تالت حاجه يوعدك بالاوفر ايتنج، كل براحتك دوس، ما عنديش سعرات، ما عنديش كالوريز، دوس براحتك. لما تبطله تتخن. لازم معاه سبلمنتس.
ما بيفرقش ما بين الحالة الصحية سواء دايابيتك هايبرتنسف، لا لا لا، جنراليزيشن عجيب، راجل ست لا، صغير كبير شغال، احنا بتاعنا ماشي مع الكل. تمام. ما ينفعش تمشي عليه فترة طويلة، ما ينفعش ده بتاع اللايف ستايل، يعني ما ينفعش ده تمشي عليه لونج لايف، لا ما ينفعش خلاص. وممكن كمان يجيب حد كمان من المشاهير ايه يروج شوية للدايت، لا والله ده احنا مشينا عليه، ده احنا استخدمناه، ده احنا كذا كذا كذا. تمام. الرسالة بتاعتي اللي عايزة اقولها لكم، لو سمحتم خلي صوت الحق يطلع، صوت العلم يطلع. ما تخلوش الناس تسرح بالبني ادمين، الناس اللي ما بتعرفش وبتقع ضحايا دول ناس ما تعرفش. دورنا احنا الناس اللي عارفه، دي مسؤوليه في رقبتنا احنا، مسؤوليه نتحاسب عليها. احنا اللي لازم نزود التوعيه. اطلع قول، بتخاف ما بتحبش تطلع بوشك فيديو، ما عندكش الكاريزما، ما عندكش التالنت، اكتب اي بوست، نزل اي حاجه. احنا لينا دور يا جماعه، ما بنتعلمش وبس، العلم ما يقفش عندنا، لازم يطلع برانا.